السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلى كل من يشاهد الفيديو، كل من يشاهد هذا الفيديو، عليك مشاركة الفيديو ونشر ليصل إلى أكثر عدد ممكن من المسلمين من الناس. نرجو من كل من يشاهد هذا المقطع أن ينشر وأن يشارك هذا المقطع ليصل إلى أكبر عدد من الناس لكي يستفيد الناس. إلى كل من لزم الاستغفار ووجد ثمار الاستغفار، إلى كل من لزم سورة البقرة ووجد ثمار سورة البقرة، عليه أن ينشر أو أن يتكلم بما وجد من أثر. الناس في هم، الناس في غم، الناس في كدر، الناس ضاقت بها الأرض. ولذلك نحن الآن بصدد حملة موسعة كبيرة مع بداية العام الجديد إن شاء الله. نرجو أن تكون هذه السنة بداية خير للناس، نرجو أن تكون هذه السنة بداية عام البركة، عام الخير، عام العودة إلى الله سبحانه وتعالى، عام الاستغفار إن شاء الله. نرجو أن كل من لديه قصة أو لديه ما يريد أن يشاركه أو وجده في الاستغفار أو في سورة البقرة أو في أي ذكر من الأذكار من ذكر الله سبحانه وتعالى عليه، ويريد أن يشارك قصته سواء صوتيا أو كتابيا، عليه متابعة القناة ومراسلتنا ومراسلة أحد المشرفين في قناتنا في التليجرام جناح الاستغفار. ولذلك سنتكلم اليوم الموضوع لماذا أستغفر. هناك الكثير من الناس عندما تقول له أخي إلزم الاستغفار يقول لك لماذا أستغفر؟ إيش سويت أنا أصلا لما أستغفر؟ سأقول لك عزيزي لماذا تستغفر. الكثير من الناس عندما تجي تكلمه إلزام الاستغفار يشتكي مثلا هم، يشتكي غم، يشتكي، تقول إلزام الاستغفار يقول لك إيش سويت أنا أصلا لما على أساس ألتزم الاستغفار. مش ضروري إنك تكون زنيت أو قتلت أو سرقت أو أكلت حقوق الناس، والكثير يتكلم بهذا الموضوع بهذه الخصوصية، يقول لك أنا لم أرتكب شيء، لم أكل حقوق الناس، لم أعمل شيء. يا أخي هناك ما هو أكبر من الصلاة، هناك ما هو أكبر من هذه الأشياء التي عليك أن تستغفرها. هل ملتزم أنت بالصلوات الخمس والفروض الخمسة في جماعة؟ أنت سأقول لك عن ماذا تستغفر. سأقول لك إذا الذنب ماذا يفعل الذنب نقل أن تصل الفكرة. أبونا آدم عندما هبط من الجنة بسبب ماذا؟ بسبب ذنب واحد. اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، عدوك الأول في هذه الدنيا هو الشيطان الرجيم. وذنب واحد قد 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 الله سبحانه وتعالى يعاقبك عليه بأشياء لا يمكن أن تتصورها. فلذلك أنت وجب على الناس أن تعود، وجب على الأمة أن تستغفر. الناس تذنب في الليل والنهار، ما يدريك أننا نذنب في الليل والنهار. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث يا عبادي إنكم لتخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني يغفر لكم. الله سبحانه وتعالى أمرك بالاستغفار، وهناك عشرات الآيات تتكلم عن الاستغفار، وهناك عشرات الأحاديث تتكلم عن الاستغفار. نحن سنتكلم هنا ليس عن جهالة، مثلا عن هناك بعض المشايخ وهناك بعض الناس الدعاء يتكلم عن الاستغفار أنه له فضل سورة البقرة، ولكن لم يعش الاستغفار أصلا. ولذلك نحن نتكلم هناك ناس استفاد، يعني وجدت وقطفت ثمار الاستغفار، وجدت وقطفت ثمار سورة البقرة. سورة البقرة هذا شيء رهيب، شيء غريب، شيء عجيب، شيء أقسم بالله أنها تفك العقد، تحرق الشياطين حرق، اللي يعانوا من الأمراض الروحانية، اللي يعانوا من المس، من العين، من الحسد، من السحر، من هذه الأشياء، من لخبطات الحياة، من المشاكل، من الهموم، يلزمون الاستغفار. عليكم سورة البقرة يا ناس. فلذلك عندما نقول لك استغفر فأنت تستغفر، فأنت تخطئ في الليل والنهار. أنت واجب عليك أن تستغفر لتأخرك بس عن تأخير الصلاة، وجب عليك الاستغفار. أنت تلعن فلذلك وجب عليك الاستغفار. أنت تنظر إلى الحرام فوجب عليك الاستغفار. أنت قد تقذف، أنت قد تغتاب، أنت قد تأكل الربا، أنت قد لا تأمر بالمعروف، فلذلك أنت تستغفر. أنت تستغفر. الإنسان يستغفر على سوء الظن. عندما تشوف شخص تقول مثلا هذا تسوء ظن بشخص مجرد أن تسوء الظن به، فهناك أنت فقد أذنبت، وجب عليك الاستغفار. عندما تسرح في الصلاة تشرد، أنت عندما تكبر في الصلاة معناه لا كبير إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك وجب عليك أن تحضر في الصلاة.
ولذلك أنت وجب عليك أن تستغفر عن الشرود هذا وقت الصلاة. أنت تؤخر الآن نسبة كبيرة من الناس الجوامع فاضية في صلاة الفجر، تقول لي لماذا نستغفر؟ والله ما نزل البلاء هذا والتسلط على الأعداء والكفار هذا الوضع الذي لا نحسد عليه كأمة مسلمة نحن اليوم، والله بسبب الذنوب وكثرة الذنوب. الله سبحانه وتعالى عندما يأمرك بالاستغفار إن لم الله سبحانه وتعالى يعني تكلم بآيات كثيرة. الاستغفار فيه قوة، فيه بركة. والله من لزموا الاستغفار ووجدوا ما أقول الآن وقطفوا ثمار الاستغفار يعلمون ما أتكلم الآن. ولذلك نرجو من الناس أن تصحوا، نرجو من الشباب، نرجو من الأمة إلى من ضاقت به الحال، من أغلقت كل الأبواب في وجهك، إلى من أغلقت إلى الناس الذي أغلقت كل الأبواب في وجهه، إلى من يشعر أنه في ضيق، إلى من يشعر أنه في حزن، إلى من يشعر أنه في هم، إلى من يشعر أنه في انقباض وشدة. عليك بالاستغفار. والله لو لزم الإنسان العبد الاستغفار ووقع اليقين في قلبه، والله سيعلم لماذا ندعو الناس إلى الاستغفار، سيعلم حينها. عندما تلزم الاستغفار يا أمة محمد، عندما تلزم العبد عند الإنسان عندما يلزم الاستغفار ويقع اليقين ويقوى يقينه وحبه بالله وتعلقه بالله سبحانه وتعالى وحب العبادات يوما بعد يوم، يعلم أن كل شيء كنت تبحث عنه في هذه الحياة هو موجود في الاستغفار. ونحن ذهبنا بعيدا في مسار بعيدا عن الله، بعيدا مختلف. كل ما تريد وتبحث عنه موجود في الاستغفار، لذلك لا تتعب نفسك كثيرا. ولذلك نرجو من الناس العودة، نرجو من حملة، نريد حملة توعوية كبيرة تعم كل بلدان المسلمين. نرجو أن تصل إلى أقصى وأكبر عدد من المسلمين بالاستغفار، وبالذات في الدول التي فيها الحروب والمجاعة والعذاب هذا اللي تمر بها بلداننا حقيقة يعني. فلذلك نرجو من الناس أن تصحوا تعوا. والله أوضاعكم الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله لن يتغير الوضع، والله لا نربط أملنا الوضع بيصلح بوجود فلان أو بهذا الرجل فلان أو القائد الفلاني أو والله لا. عندما علقنا آمالنا بالناس أذلنا الله سبحانه وتعالى. لا نعلق آمالنا إلا بالله سبحانه وتعالى. من حين علق الناس والشعوب علقت آمالها بالقائد فلان والرجل فلان والرجل، أذلنا الله سبحانه وتعالى، سلط علينا. ولذلك وجب علينا من يريد القوة في قلبه وبدنه وعقله وحياته والبركة في والله فليلزم الاستغفار. عودوا إلى الله سبحانه وتعالى. الاستغفار فيه كل شيء تبحث عنه، فيه الأمن والأمان والقوة والرزق والمال والبنون وكل ما تبحث عنه والدين، وفيها النجاة في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو قال ذلك. نحن لم نأتي بشيء، ولكن نحن عشنا وقطفنا بعض ثمار الاستغفار حقيقة. ولذلك نحن بسبب والله لا نحب الظهور ولا والله ما قعدنا نظهر إليكم لنتحدث إليكم. أقسم بالله ما غير من استنتجنا واقعنا الحالي وعرفنا أنه الحل ليس بيد البشر. حل ما نمر به هو بأيدينا، لأن الله قال ذلك والرسول قال ذلك. فلذلك وجب علينا العودة. الناس نرجو من الناس الآن. هناك والله المئات يعانون. نحن في بلدان حقيقة سأقول لكم معلومة مهمة جدا. عندما أصبح المشعوذين واللي يفتعلوا هذه الأشياء الشركية ويخربون البيوت ويفرقون بين المرء وزوجه، أصبحوا حقيقة في بلداننا هم يسمى المعالج الروحاني، والشيخ أصبح فتنة. من ينصح الناس أصبح فتنة، وهذا حزبي، وهذا كاذب، وهذا دقن حقه كذاب، وهذه العمامة كاذبة. ولذلك هذا هو يعني هو من أهم الأسباب الذي أذلنا الله بها سبحانه وتعالى. والله سلط الله سبحانه وتعالى علينا كم يعني كل شيء
سلط علينا الهم والحزن، وسلط علينا القتل، وسلط علينا الشياطين وأولياءهم من البشر. ولذلك من يريد العودة، من يريد الفرج، من يريد الحل، من يريد، لا تبحث، لا تذهب إلى أحد بعد اليوم، إلى كل من يعاني من أمراض، إلى كل من يعاني لخبطات في حياته، في أسرته، في مشاكل عائلية، مشاكل زوجية، إلى من يعاني في ضيق الرزق، يعاني من أمراض.